بورسعيد، المدينة الباسلة، مدينة الجمال، المدينة اللي تعتبر دلوقتي من أهم مدن سياحة اليوم الواحد في مصر، اللي الناس بتروحها تتفسح وتشتري وتاكل وتشرب وتتصور وتعمل يوم بتحلف بيه. وإن كانت بورسعيد مدينة عادية وليست مدينة بالمواصفات اللي أنا بقولها دي، فمفيش أي مبرر في الدنيا يخلي كذا ألف واحد يهتفوا ضد مدينة ويسبوا مدينة وأهلها بشكل منتظم وبشكل مستمر وبشكل مستفز. ما أعتقدش إن هي دي الرياضة، ما أظنش إن هي دي الروح الرياضية. كفاية إن جماهير بورسعيد بتجري ورا فرقتها في كل مكان، وهو طبعا هو مكان واحد، هو استاد برج العرب مع الأسف، اللي عقاب ممتد لأكتر من 11 سنة بلا أي ذنب اقترفته بورسعيد. وكل عاقل وكل منطقي وكل واحد فاهم يعرف كويس جدا إن لا بورسعيد ولا بورسعيدية ليهم يد في أي شيء. بورسعيد فقط كانت مسرح لأحداث دامية وقذرة وقبيحة انتشرت في مصر في الفترة دي، بس دي يمكن كانت من أكثرها قسوة. اعتقد ان يعني ما اعرفش، كله كان سامع السب وكله كان سامع الشتايم. هل هيبقى في عقوبة على اللي عمل كده؟ الله اعلم. هل هيبقى في رد فعل من اللي بيديروا اللعبة وحطوا مجموعة من القواعد الصارمة ضد اللي بيعمل كده؟ الله اعلم. هل هيطلع مجلس إدارة النادي الأهلي ويعتذر نيابة عن الجماهير اللي بتشجعه لمدينة بورسعيد بأكملها ومحافظة بورسعيد بأكملها عما بدر من جماهيره؟ الله أعلم. بس دي بالذات ما أعتقدش إن هي هتحصل، لأن لو حصلت يبقى هو كده بيدين جماهيره، ودي مش من شيء من النادي الأهلي أبدا إن هو يدين أي شيء بيحصل جواه، وحتى لو الملايين سمعوها. بورسعيد مدينتي، حبيبتي، وطني، قلبي، حياتي، عقلي، مكاني، ميلادي، المكان اللي فيه قبر أبي وأمي رحمة الله عليهم، اللي فيها الناس الطيبين والناس الجدعان والناس الشقيانين، اللي فيها التاريخ والحاضر، وإن شاء الله بإذن الله المستقبل اللي نتمناه لمصر كلها بكل خير. ما أظنش إن بورسعيد تستحق بأي حال من الأحوال إن هي تسب هذا السباب الجماعي بشكل منتظم بهذا الشكل. وارجعوا للأحداث القديمة وشوفوا اتعمل إيه جوه أرض بورسعيد. دمتم سالمين، ودمتم طيبين، ودمتم مؤدبين، ودمتم محترمين، ودمتم دايما بنحب بعض كلنا كمصريين. لا تفرقنا كورة، ولا يفرقنا سياسة، ولا يفرقنا دين، ولا يفرقنا أي شيء. طولت عليكم، بس بصراحة أنا من امبارح متضرر نفسيا ومتضايق، وكنت أحسب إن البداية السنة دي هتكون مختلفة. ما كانتش مختلفة، لا بره الملعب ولا جوه الملعب ولا حتى قبل المباراة. دمتم سالمين.